ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء بإذنه. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نسأل الله عز وجل أن يكون شهيدنا رئيسنا محمد مرسي من هؤلاء الذين ذهبوا إلى ربهم وما بدلوا وما غيروا وما فرطوا، بل ثبتوا وصمدوا ووقفوا ضد الظلم في بلادهم من أجل شعبهم ومن أجل حرية المسلمين في بقاع الأرض جميعا. رحم الله رئيسنا محمد مرسي رحمة واسعة من عنده، وجزى الله قاتليه شر الجزاء في هذه الدنيا قبل الآخرة. من هم قاتلوه؟ من الذين قتلوا محمد مرسي؟ هو الذي انقلب عليه، وكل من عاونه، كل من وقف معه على ظهر الدبابة من أجل الاستيلاء على حكم مصر من رئيسها الذي انتخبه الشعب المصري في انتخابات حرة شهد بها العالم أجمع. كل من وقف مع السيسي القاتل الظالم هو من قتل الرئيس محمد مرسي. كل من وقف معه من أولا رجال القضاء الذين خانوا العهد وخانوا الدولة وخانوا دستورها وخانوا الشعب، ومن قبل ذلك خانوا الأمانة مع الله سبحانه وتعالى، خانوا كتاب الله، خانوا قسمهم، ووقفوا رجال القضاء وقفوا مؤيدين لهذا السيسي المنقلب، وحسابهم قريب بإذنه تعالى في الأرض قبل أن يكون حسابهم في السماء عند رب العالمين. كل من أيد هذا السيسي بانقلابه، كل من ادعى الديمقراطية الزائفة من أمريكا وأوروبا حتى الاتحاد الأفريقي الذي يقف الآن مطالبا بالحرية للشعب السوداني، أين أنت أيها الاتحاد الذي جعلت رئيسك عبد الفتاح السيسي؟ ما هذا الإجرام؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا الزيف؟ ما هذا النفاق؟ كل هذا من أجل أموال الدول التي تسرق شعوبها، من أجل أموال سوف تحرق من ينفقها اليوم بلهيبها في القريب العاجل. إنهم جميعا اشتركوا في قتل هذا الرمز، في قتل الرئيس محمد مرسي، ولكنهم يظنون أنهم بذلك قد أنهوا الشرعية في مصر، أنهم بذلك قد امتلكوا الشرعية لعبد الفتاح السيسي. والله لن يكون أبدا له شرعية. هذا المنقلب القادم على ظهر الدبابة الذي داس على شعب مصر وعلى خير أبناء مصر وضعهم في السجون وعلقهم على المشانق، هذا لن يكون له أبدا شرعية مهما فعل ومهما قدم ومهما باث الأرجل والأحذية، لن يكون أبدا له شرعية على حساب شعب مصر. ولكن سوف يصبح الرئيس محمد مرسي أيقونة هذا الشعب، رمز هذا الشعب، رمز ثورة 25 يناير في مصر. الرئيس محمد مرسي الصابر الصامد الثابت الذي قدم حياته كلها فداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرئيس مرسي في مثل هذا اليوم من 7 سنوات، سنة 2012 انتخب رئيسا لمصر. الرئيس مرسي بانتخابه رئيسا لمصر هز كل أصحاب المصالح في الداخل وفي الخارج. الرئيس مرسي لم يقف معه في الدنيا إلا من كان على شكاته من أصحاب القيم والمبادئ، والذين خانوه والذين فرطوا فيه
وقدموه لقمة سائغة للعسكر، هم الذين سيدفعون الثمن قادما على أيدي أبناء شعوبهم مهما علوا ومهما طغوا في هذه الأرض. الرئيس محمد مرسي أيها الناس أصبح رمزا ليس لمصر وليس للعالم العربي بل للأمة الإسلامية كلها. نشكر كثيرا شعب تركيا العظيم وقادة تركيا، هم أول من عزانا في الرئيس محمد مرسي. شعب تركيا ورئيس تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنا أرى من خلفي صور الرئيس مرسي وبجواره الأستاذ المعلم الدكتور نجم الدين أربكان، أيقونة هذا الشعب ورمز هذا التقدم الذي فيه هذا البلد الآن. كل هؤلاء هم رموز هذه الأمة الآن، هم مستقبل الأمة والحضارة الإسلامية، مرهون ببقائهم وحسن أدائهم، ومن خلفهم هذا الشباب الذي وراه حولي بالآلاف، شباب الأناضول، شباب جمعية شباب الأناضول الذي وقف وهب هذه الهبة ودعا إلى هذه الوقفة عند السفارة المصرية من خلفنا، والتي خافت أن يكون هذا التجمع من أمامها فاختبأت في حضورها. ووقفنا نحن هنا لنعلن كلمتنا. إن كان الله عز وجل قد اختار اليوم روح الرئيس محمد مرسي لكي تصعد إليه في السماء بإذنه تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإننا نسأله سبحانه وتعالى أن نكون نحن هنا في الأرض رجال لن تلين لنا قناة ولن تتحرك أقدامنا وهي ثابتة على الأرض حتى نقتص من هؤلاء القتلة جميعا، وحتى يعيد مصر إلى دينها وربها وإسلامها الذي ضيعوه وفرطوا فيه، كما فرطوا في الأرض وفرطوا في العرض وفرطوا في الثروات وفرطوا في كل ما يملك شعب مصر. شعب مصر الآن يعلم حقيقة محمد مرسي الذي مات مضحيا بنفسه في سبيل الله عز وجل. الآن لا حجة لأحد في مصر ألا يعرف من هو محمد مرسي، وأيضا لا حجة لأحد في مصر ألا يعرف من هم الذين قتلوه ومن هم الذين انقلبوا عليه من أجل الوعاة في الدنيا سوف يتركونها قريبا ويذهبوا إلى ربهم لمحاسبتهم. الله أكبر. خش هم اللي بيصابوا يا اخوان. ما ينفعش مصر، انت صح؟ ما ينفعش. الله أكبر. Arkandayım. Evet. Arkandayım diye beni sev. Allah. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تكبير. Evet, şimdi hep birlikte Rabbimize yalvaracağız. Bu sorunlar bitsin diye nereden görebileceğimize bir mikrofonu arz ediyoruz dua için. Vafu anna ya Kerim. Vafu anna ya Rahim. Vağfir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramine ve ya erhamer rahimin. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اصلح اعضاءنا واعضاء الدين. اللهم طهر اعضاءنا واعضاء الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكافرين والمشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا ستار يا غفار يا قهار يا قهار يا قهار يا عزيز يا كريم يا جليل يا جميل يا عزيز ذو انتقام يا وكيل يا الله يا الله يا الله ya Rahman kitabında eğer elem tara keyfe feale rabbuka bi ashabil fil elem yec'al keydehum fi tavlil ve arsele aleyhim dayran ebabil ayetlerin olmasaydı bunca zulme, bunca şehadete, bunca ümmetin mazlum, müstezaf haline nasıl dayanırdı yüreklerimiz? Allah'ım sana inandık, sana güvendik. Hazreti Musa aleyhisselam ile abisi Hazreti Harun'u bir gece vakti Firavun'un kapısına yollayan sensin. Biz de bugün Firavun sisinin kapısına geldik ve Musa'ların yanında durduğumuzu göstermek için geceyi şahit kılmak, duayı sana arzu halimiz kılmak için huzuruna geldik. Salatımızı önümüze koyduk. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan kalma bir miras, Necaşi'ye kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Ya Rabbi Necaşi'nin eğer Resulullah ona namaz kılmasaydı Müslüman olduğunu dahi bilemeyecektik. Anladık ki Resulullah gıyabi cenaze namazını kılarak onun bir Müslüman olduğunu, onun bir mümin olduğunu kıyamete kadar bize öğretti. Biz de zindanlarda imanını satmayan, döneklik etmeyen, ihanet etmeyen bir yiğit mazlumun, hakkı gasp edilmiş, müstezaf bir kardeşimizin, az önce abilerimizin de söylediği gibi, el uzatamadığımız, kardeşliğin hakkını yerine getiremediğimiz, 1,5 milyar Müslüman, 1 milyar 800 milyon Müslüman olur da, acaba ya Rabbi, bir Müslüman kurtulmaz mıymış? Bir Hazreti bir Hazreti Hamza kadar korkutamadık zalimleri demek ki, bir Hattab'ın oğlu Ömer olamadık demek ki, Hendek meydanındaki Ali olamadık demek ki, Ürdün topraklarındaki Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şam topraklarında Şurahbil bin Hasene, Diyarbakır, Urfa topraklarında İyaz bin Ganem olamadık demek ki. Allah'ım, Ya Rabbi, eğer kitabında demeseydin ki küçücük kuşlar koca koca filleri yenerler, siz işinize bakın, yumruk kadar kuşlar koca koca filleri yenermiş ya Rabbi. İşte küçücük kuşlar koca koca zalim filleri yensin diye toplandık. Ümmeti Muhammed'in kalplerini sen topla ya Rabbi. Amin. Bizi ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Bölünmüş kalplerimizi, dağılmış coğrafyalarımızı, parçalanmış güç ve kuvvetlerimizi, dünyaya tapan, şöhrete secde eden, varlığın önünde her türlü harama fetva veren kötü hallerden kurtar bizi ya Rabbi. Haramların, günahların, zalimlerin, kafirlerin, hainlerin peşine vagon etme ya Rabbi. Ey Yüce Rahman, Muhammed Mursi bizim kardeşimizdir, abimizdir.
o zindana girdiğinde darbeci Firavun Sisi'den ve onun yetkililerinden hapishanede Kur'an okumak için bir mushaf-ı şerif istemişti. Onlar da sana Kur'an yasak demişlerdi. Meğer Muhammed Mursi hafız imiş. Hazreti Kur'an'ı hapishanede defalarca hatmeden, ezberlediği o yüce kitabın ayetlerine sığınıp her mahkemede hasbunallah ve ni'mel vekil diyen o mücahide, o şehide rahmet eyle ya Rabbi. Derecesini arttır ya Rabbi. Mus'ab bin Umeyr'e yoldaş eyle ya Rabbi.